السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غزالات؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير يا ربي. وبصراحة ما كنتش ناوية ندير لكم هذا الفيديو، ولكن والله العظيم ملي كتدخلوا كتشوفوا شي حاجات ولا بد ما كنقدش. همي صافي تيبقى ياكلني كيخصني نعقب نهضر على داك الشيء، نقول كيفاش يعني كيفاش هذا الشيء كيوقع. والله العظيم ما كنقدش. المهم كتشوفوا اليوم الخرجة ديال الأم سُعاد مع شوف تيفي مع الأخت فاطمة الزهراء. واحد الحاجة بعدا نقولها لكم، راني كتشوفوني ديما في لي فوطو كنحط شي موتيف كندرّق به الوجوها، لأن تنخاف أنا ما عرفتش، لأن ديجا مشات لي القناة بهاد الطريقة هادي. كانت مشات لي يعني دابا هادي نيت هاد القناة خصني ندفعها للمراجعة، راني مازال دابا يعني خدامة غير هكاك. هداك الشيء علاش كنحاول ما أمكن ندرّق ليهم الوجوه باش ما تجيني حتى شي متابعة ولا شي حاجة، ولو أنني أنا ما كنعاير حتى شي حد، ولكن مع ذلك خفتها في المراجعة في سميتو ما تتقبليش، هذا علاش. فكما كتشوفوا خرجت اليوم سعاد في واحد المنبر صحفي، المهم ديال شوف تيفي مع الأخت فاطمة الزهراء كتهضر. قبل ما غنهضر على سعاد، ديك المقدمة اللي دارت الأخت فاطمة الزهراء صراحة مقدمة كانت خدات منها تقريبا 8 حتى ل 10 دقائق، اللي دخلت يعني غير مقدمة وبدات كتهضر فيها على هاد المشاكل اللي واقعين كلهم في السوشيال ميديا. ويعني تحية ليها كبيرة، لأن ديك الهضرة اللي قالت والله القسم كلها صحيحة وكلها. وكنت كل مرة كنقولها ندير فيديو فقط غير على هاد الشيء وما كنتش كنسالي. مي والله العظيم دابا بحال ملي هضرت بحال حطت يديها على الجرح، خصوصًا ملي هضرت على ما عرفتش شي وحدة مؤخرًا طلعت واحد السيدة، واحد البرهوشة ولا سيدة أنا ما تنعرفهاش، كتقول بلي أنا في التيك توك دخّلت 35 مليون. أنا ملي سمعتها أقسم بالله إلا تصدمت، ماشي تصدمت تغريت بديك الفلوس ولا هذا، تصدمت كيفاش بواحد البجاحة، كيفاش بواحد الطريقة كتجي ومخرّجة عينيها وحاسبة راسها ما عرفت شكون. ما عرفتش أنا ديك الأخت شكون هي أصلًا، حاسبة راسها ما عرفت شنو، كتهضر بواحد الطريقة واحد الغرور، حيت أنا ما عرفت شنو داك السمية سميتها، حيت أنا فلانة، حيت أنا فلانة، ودخّلت 35 واللي خرج معايا خصو يخلّص عليا، واللي المهم بالعا ديال الهضرة، وهذا خسر عليا 40 مليون، وهذا دار ليا حيت أنا فلانة. هي اللي خارجة معايا. شنو دابا ولينا حنا هكا؟ هادو بناتنا، هادو ما بناتنا. بناتنا هكا طايحين لهاد الدرجة؟ شنو معنى اللي خرج معايا؟ واش كتعرفي شنو ما معنى اللي خرج معايا خصو يخلّص، اللي خرج معايا خصو يعطي، اللي خرج معايا خصو يدير؟ شنو نتيا؟ واش نتي عندك كرامة ولا ما عندكش؟ واش نتي على اللي جاي يخرج معاك يعطيك؟ اش هاد المستوى وصلتوا ليه؟ اش هاد المستوى السوشيال ميديا طحتوا فيه؟ تيك توك دخلت فيه 35 مليون. كبيسو أنا ما كنفهمش بعدا كاينه هاد كلمة كبيسو، وما كنفهمش هاد التخربيق ديال التيك توك، ولكن مؤخرا ولينا نسمعوا الناس مدخلين الملايين في التيك توك. ما عرفتش شي كيقول لك سعايه، شي كيقول لك تبييض اموال، كل واحد شنو كيقول. المهم الغايه من هاد الشيء كله هما انكم نتوما اقسم بالله الا شوهتوا بينا. شتي نتوما صحاب التيك توك ومن غير التيك توك اللي محيحين وكتدخلوا الفلوس بالخناشي، شتي نتوما اللي غدمروا لنا المجتمع. دمرتوه وباقيين كتزيدوا تدمروا بناتنا وولادنا. الله ياخذ فيكم الحق. ملي انت تطلعي وتقولي قدام البنات باقيين مراهقات بنات 14 و15 و16 سنه، وتجي وتقولي لهم انا في التيك توك دخلت 35 مليون في 2 ساعات، شنو تتقولي لهم؟ حطوا الستيلو، حطوا الكارطابل، ما تمشيوش للمدرسه، طلعوا في اللايفات. هاد الشيء راه خصو يتوضع عليه حد. هذاك الخرجه ما كانش خصك تخرجيها. لا دخلتي 40 مليون منك ليها، ستريها خليها عندك، ما تخرجيش اختي تقوليها لنا حنا لولادنا وتقوليها لنا حنا لبناتنا وتخرجي عليهم. سيري ما على كنتي خارجه على راسك ما تزيديش تخرجي على ولاد الشعب، خصوصا في ظل هاد الظروف اللي التلاميذ ما تيقراوش، في ظل هاد الظروف اللي الوليدات نهار كامل صحابكم شنو جالسين كيديروا دابا؟ ما كايناش القرايه صافي، عاد دابا دمرتوا البنات بصح ودمرتوا الولاد ديال بصح. كلشي تدمر دابا بهادشي ديالكم، كلشي صافي بحال كتقولي لهم سيروا. ما كاينش دابا القرايه نيت والمشاكل كاينين مع الاساتذه. ايوا شنو كاينين كيديروا البنات والولاد في الدار؟ مقابلين الانستغرام والتيك توك واليوتيوب، هادشي اللي مقابلين. اشنو مقابلين؟ يلا شنو مقابلين؟ كتقولي لهم صافي هذيك المدرسه ما جايبه والو. هذا هو بطريقه غير مباشره باش طلعوا تنتوما في اللايفات، تنتوما سيروا هضروا مع السواعده ومع الخليجيين وكبسوا ودخلوا الملايين. هادشي اللي كاين. وصمه عار، وصمه عار. وانا من هذيك السيده ولا ديك البنت ولا ديك الاخت اللي طلعت تقول ديك الهضره وكتقول انا دخلت 35 مليون، انا في بلاصه نحشم، لانك بدون كرامه.
نحشم بدون كرامه. هادشي اللي وصلتي لوليداتنا، بدون كرامه انك تجي وتقولي داك الهضره. انا ما تنعرفكش شكون نتيا ولا شحال عندك ولا نهائيا، ولكن مؤخرا طلعتي لي بهاد الهضره. تعصبت انا نهار اللي سمعتها، اصلا نهار اللي سمعتها تعصبت بزاف. والله القسم البنات الا تعصبت بزاف وقلت هادي شنو جايه تنشر لينا، جايه تنشر لنا التفاهه ديالها، جايه تخرج لنا بناتنا على الطريق. شنو جايه دير؟ وانتم كتعرفوا في كل دار تقريبا ولا الويفي في البنات كلشي عنده التيك توك، وكلشي عنده سميتو. اللي ما كطلعش في التيك توك راه كتفرج فيه، دايره على الاقل كونط ديالها كتدخل كتفرج فيه. واش ما تسمعش؟ انا بعدا كلشي سمع، الناس اللي كنعرفهم كلهم كيهضروا بها. انا بنتي جات عندي وكتوريني، شوفي شنو قالت. انا ولدي جا عندي وقال لي شوفي شنو هاد البنت ولا ما عرفتش هاد السيده شنو قالت. شكون هادي؟ شي وحده في السوشيال ميديا انا ما تنعرفهاش. تيجي ولادي وراوها ليا انا في الدار، انا ولادي هما اللي وراوها ليا. من بعد بديت كنطلع، انا بدات كطلع ليا. اذا شنو هاد الشيء؟ كتدمروا الناس، كتدمروا الوليدات. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. هادشي اللي نقول. وهذيك الخرجه اللي كانت دير شوف فاطمه الزهراء، والله القسم راها بحرقه هي هضرت بحرقه على هاد الشيء. شنو كنت كتصنعوا لنا النواوي؟ صافي هادشي ملينا منه حنايا، هادشي ملينا منه، والله القسم الا ملينا منه بزاف. ناهيك على دابا عاد غندخلوا للموضوع الثاني. دابا هذا موضوع يعني بديت به لان كانت عندي عليه واحد بحال كنقولوا واحد الفقصه، كنت معصبه وكنت مفقوصه عليه. دابا غادي ندخل للموضوع الثاني، الموضوع اللي هو ديال سعاد. هذا هو كان الموضوع الاساسي. الموضوع ديال سعاد اللي خرجت اليوم مع فاطمه الزهراء في شوف تيفي. بصراحه انا كيف ما كنقول لكم، انا راه كنجي وكنسمع الاطراف كاملين وكنحلل داكشي اللي قال لي دماغي. انا ما كنجيش مع هادي ولا مع هادي ولا. سعاد اليوم ما عرفتش تهضر، وسعاد ماشي على اليوم ما كتعرفش تهضر. يمكن هذيك هي طبيعتها والله اعلم. عندها خرجات كتكون خرجات غير مقنعه بتاتا. ربما كيكونوا خرجات لصالح الطرف الاخر، بعض المره تيكونوا شي مره خرجات انتحاريه لا بغينا نقولوا. ما عرفتش تهضر وما قنعتش. انا كمستمعه ولا مشاهده الا سمعت الهضره اللي قالت سعاد ما غنقتنعش نهائيا، وما غنقتنعش بالهضره اللي كتقول، وما غنقتنعش بهاد زينه المحارم اللي هي كتقول كاينه. انا على راسي ما شفتش هاد زينه المحارم وما نقدرش نتقلد في شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف، ولكن انا فقط كنحلل ما يقال اولا يعني داكشي اللي كيقولوه هما انا كنحلو. فقضيه هاد القضيه ديال زينه المحارم راه ما تجيش وتثبتيها اختي سعاد غير هكا. واش انتي كتجي كتهضري وانتي ما كاينش دلائل قاطعه؟ كاين تلميحات، كاين اشياء، ولكن ما كاينش دليل اللي هو قاطع باش تاخدي ديك الحق اللي نتيا كتهضري عليه. فانتي اليوم اللي جيتي وكتعاودي ليهم كيفاش البنت كانت مغتصبه في داك الوقت وكتعاودي وما ديتيهاش للطبيب، واش من نظرك الناس غادي يصفقوا ليك؟ انا وحده منهم ما غنصفق ليكش، وسمحي لي ولو انا كنتعاطف معك، ولكن ما غنصفق ليكش في هذه. علاش؟ حيت بنتك حاليا هي ضحيه ديالكم. ديما كنقولها ضحيه ديالكم كلكم، ضحيه ديال الاب اللي ما مشاش يخدم ودار الدور ديالو وخلى الام تربي، ضحيه ديال الام اللي مني قالت ليها بنتها انا ماشي بحال البنات ومن بعد قالت ليها لا 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 هي كنضحك معاك او لا 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 او لا اي جمله ردت عليها تقتي بها وسكتي. واش ما كاينه شي ام غادي تسكت؟ راه ما كايناش شي ام تجي عندها بنتها قلتي ان هي تخطبت في السن ديال 14 عام. هذا بحد ذاته خطا، ان البنت عندها 14 عام مازال صغيره، وهذاك الشغل كيرجع ليكم، كنتي انت والاب ديالها شغلكم هذاك كيرجع ليكم. ولو في 14 عام هي ماشي سن نهائيا ديال انها تخطب. ولكن بما ان حيت نتوما دابا البنت كانت كتبان فاخره وغليظه وهذا، كان 14 عام راه كتبان عندكم بحال عندها 18 ولا 20 عام، حيت من قديم من بكري والبنت كتبان فاخره ياك. ملي البنت عرفت راسها وتزيرت وعرفت بان الخطاب يعني ناويه المعقول وكاين يعني فعلا كاين مساله يكون فيها الزواج منها تكمل 18 عام، جات اعترفات ليك. واش ما كتظني بان داك الوقت اللي جات اعترفات ليك البنت زعما كاين شنو الدافع اللي يخليك انك ما تهزيهاش للطبيب ولو من بعد عاودت رجعات على الاعتراف ديالها؟ حيت كيف ما قلتي بان يعني ملي صدماتك هي بديك الهضره قلتي لها باك، انت اوتوماتيكمون مشيتي لباها. علاش مشيتي لباها؟ لان كتقولي بان كان عندك شكوك وهما ديك الشكوك دائما كيمحيوهم لك. انا نقدر نتفق معك في هذه الحاجه، حيت بعض المره في المحيط ديالنا وكنتمنى اللي كيسمعوني
يفهموني كيفاش يفهموني ويحطوا راسكم في داك الموقف. شي مره كتكوني شاكه في شي حاجه، دابا ابار زين المحارم كتكوني شاكه وانتي كيبانوا لك شي خيوط عندك واحد الشك، ولكن كاين اللي كيجي تيمحيه لك، كيقول لك لا غير كيتهيأ لك، كتقولي له لا انا ما كيتهيأ ليش، لا كيجي هذا يقول لك كيتهيأ لك هذا واش انتي حمقى؟ حتى كتولي انتي كتقولي ولا ربما انا ياك ما عجب لي الله. وهذا الشيء كيوقع لنا. انا كيقدر يوقع لي مثلا في اشياء ماشي اشياء عاديه هكذا، نقدر نقول لا هادي، يجي واحد اخر كيقدر يشكك في الهضره ديالك. ملي كيشكك في الهضره ديالك كتولي تقدري تراجعي، تقولي واقيلا ياك ما انا زدت فيه، واقيلا هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. نقدر نكون نعذرها لو كان شتي يا اختي، كون هي خرجتي اختي سعاد ملي قالت لك هي علاش ما ديتيهاش للطبيب، ما عرفتي ما تقولي، ما ديتهاش وصافي، بدات البنت كتغوت، ما كتقنعيش البنت. انا متفقه معاك، البنت باينه فيها كتغوت، البنت باينه فيها صاعره، البنت باينه فيها قبيحه، نهضروا في كل واقع، لان الجيل اليوم كامل واعر الا من رحم ربي. الجيل ديال اليوم يعطيك كلمه يعطيها لك 10. اكيد ملي قلتي لها ولو تقولي لها عندك الطبيب، راه ما تقولكش لا ماما ما غنمشيش، غتقول لك انا ما غاداش وانتيا وما تيقاش فيا وانا ضحكت وندمتيني وانا هي باش ما نتزوج. شتي كون قلتي هي هكا، كون خرجتي بهذه الطريقه كتعاودي البنت شنو قالت، نقدر شي شويه نحس بالهضره اللي قلتي، ولكن انتي ديك الهضره كانت عندك ولو البنت غتحيح وتغوت وتقول انا ما غنمشيش، ما غنتنازلش، ما غنتنازلش. انا كنهضر على شخصيتي وشخصيه الامهات اللي غيكونوا قويات، ما غنتنازلش. ايوا غوتي وطيحي وحيحي وطحي راسك مع الحيط. ايوا لالا ملي نتيا ما فيك حتى شي حاجه ويلاه معايا، برهني ليا على ان ما فيك والو، انا ام خايبه، انا ام مشكاكه، يلا ويلاه معايا. انا ما قلت لك لا 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 باك ولا حتى شي حد، انا ما كنقولكش باك، انا نسد فمي نقولكش باك صافي. ملي البنت نكرات، لا لا لا، انا تا انا ضحكت معاك كيما انت جيتي ضحكتي معايا، تا انا ضحكت معاك. يا انا حمقى غنشك في باك. اجي بنتي اللي عندك شي حاجه اخرى اجي، ولو يكون شي حد اخر اجي بعدا كنا نعرفوا شنو كاين. ما تخليش البنت، سمحي لي هذا خطا درتيه وما عنده حتى شي عذر، ما كايناش شي عذر نهائيا، وما كايناش شي ام اللي بنتها تجي تقول لها انا ماشي بحالي بحال البنات، ومن بعد تولي تقول لا 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 ضحكت معاك وتخليها. نهضروا في الواقع، لان ماشي كاميرا كاشي وما كيضحكوش بها اصلا هذه الناس، اولا انتم كنتوا في واحد الظرفيه اللي البنت جات تقول لك واحد الحقيقه ومن بعد تراجعت عليها، اذا كان خصك تتبعي الخيوط. وملي ما بغاتلكش البنت، ملي ما بغاتلكش البنت ماشي غادي تمشي وتشدي الشوكه ديالك وتمشي تبداي تحني غير هكاك، لا. ملي ما بغاتلكش البنت ديك الساعه كان خاصك على الاقل تراقبي. نخلي هضره البنت في الجنب ونقول ما بغاتش تمشي معايا للطبيب، ماشي مشكل، ما بغاتش تمشي معايا ايوا خليها، ولكن انا غنراقب البنت. الا كنت شاكه في باها نخليهم ندير راسي ما كاين حتى حاجه، حتى حاجه، ونراقبهم ونشوف، نبدا نحضي ولا ندير شي كاميرا ما يكونوش في الدار، كيما كنتي مركبه الكاميرا في دخلة الباب ومركبها في الكولوار ومركبها، نركب كاميرا ما تبانش، نركبها في شي بيت، نركبها في بيت الناس ونركبها في بيت البنات، ونحضي بنتي ونعرف شنو كاين. يعني انت ما خدمتيش هنا. الا كنتي كتشكي، انا ماشي كنقول لك، انا ماشي كنقول كاينه زين المحرم، انا ماشي سوقي، انا فقط كنقول كيفاش كان خاصك الا بغيتي تاخدي حقك كيف كتقولي، كيف كتقولي انت على اللسان ديالك ان كاين داكشي. الا هو بصح كاين داكشي كان خاصك هادشي اللي ديريه باش تجيبي حقك وحق بنتك اللي هي في داك الوقت. الا كان فعلا هادشي فهي كانت قاصر وكانت فاقده الاهليه، ولو كانت تلقايها شتي، ولو واخا تقولوا عليها راه كانت كتبغي هي وبخاطرها، راه كانت ما فاهماش وبقى صغيره وما عارفاش، ولكن صافي ولفت بحال اللي كنقولوا ولفات. هادشي لا كان، انا ما كنقولش كاين، انا دائما كنخاف من بحال هاد المسائل ومن هاد الهضره في الاعراض، كنخاف منها بزاف وما كنبغيش نتقلد، ولكن هذا على لسانكم، هذا ما يقال اللي كتقولوه نتوما. فهاديك الخرجه ما عرفتيش تدافعي على راسك. الحاجه الوحيده يعني كتعطيها اللبكه، لان بحال نقولوا كتكوني مقهوره. انا عاذراك كتكوني مقهوره داخليا، انت لداخل مريضه، ما بقيتي عارفه والو، ما بقيتي عارفه بصح داك زين المحارم بصح واش كاينه، ما عرفتي راسك واش راكي غادا في الطريق الصحيح ولا لا، ما عرفتي راسك غترجعي اللور، ما عرفتي راسك واش درتي الصحيح ولا ما درتيش. صافي يعني كتوصل ان الانسان ملي كتولي تسوليه ما كيبقاش، ما عندوش ديك الشخصيه قويه وما كيعرفش يتحاور. صافي شنو كيدير؟ كيعطيها اللبكه. هذا هو اللي كيوقع لها هي. الله يحسن لها العوان، مع ذلك كنقول الله يحسن العوان، الله يحسن لها العوان، لان داك الشيء اللي دار فيها وداك الضرب اللي ضربوا فيها البنات، والله يحسن لها العوان، والله يحسن لها العوان. انا علاش كنحسن لها العوان؟ فقط لان ماشي هي اللي خرجت زين المحارم،
فقط حيت ماشي هي اللي خرجت زينة المحارم. شي لو كان هي اللي خرجت زينة المحارم كنت غادي نقول ان الام كيف كما كيقولوا، ما كيقولوا راه هي اللي فضحات بنتها. انا نقول لكم واحد الهضره، هي ساهمت ماشي ما ساهمتش، ولكن الفضيحه ديال زينه المحارم راه خرجتها البنت، ولا مابقاوش نغطيو الشمس بالغربال. الشمس راه ما غتغطاش بالغربال، صافي ما تبقاوش تقولوا شي هضره ما كايناش. البنت هي اللي خرجت ان ماما كتغير مني، وان ماما كذا 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 كذا، نهار اللي الاب ديالها كان في مراكش، ياك. النقطة اللي كيهضروا عليها وكانوا كيهضروا عليها في شيف تيفي، واللي عارفاها غادي دير ضجة، واللي بعض القنوات خرجوا بالزربة كيقولوا بلا قنبلة، وقالت بان اختها سميرة شافت. بالنسبة لقضية اختها سميرة شافت، فهذيك ماشي قنبله ولا اول مره كتسمع، لان بعض القنوات ديال الطرف الاخر هم قالوا بان اول مره كتقال هذه الهضره. هذه الهضره ماشي اول مره، باش تكونوا واضحين. الا رجعتوا الفيديوهات قدامين هاد الهضره تقالت، وقبل ما يطيح المقطع الثاني ديال شوف تيفي انا غنقول لكم الهضره اللي كانت تقالت، لان في شوف تيفي حاليا تقطع لهم، ما عرفت لايف ولا البارتي الاولى هذيك حطوا، مازال ما حطوش الثانيه اللي هي قالت لها بان قلتي اختك شافت. انا نقول لكم شنو شافت، حيت ماشي انا اللي حاضره، هما اللي قالوا على اللسان ديالهم بان سميره اختها واحد المره كانوا في الدار سميره اللي كانت كتصور فيها ملي كانت باقا مع راجلها، وكانوا تما بايتين عندها بخلاصه، ياك. فرشت ليهم كان الصهد، وفرشت ليهم، ومن هي شدت الاب ديالها، شد الستاري، فرشت له سميره في الستاري، والبنت حتى هي فرشت لها بوحديتها. واش نقول لك، كانت البنت في الارض اولا في الستاري الاخر، ياك. المهم نعسو لغدا في الصباح، سميره ناضت في الصباح بكري وغادا للطواليت اولا نايضه على شي حاجه، فاذا بها كتلقى البنت محشيه في الستاري مع باها، ياك. تفاجئوا هما، قالت لها هي اش كديري ولا ما عرفتش واش محشمتيش انت قد هكا مخشيه مع باك في الثقه؟ لا هو راه بنتي. المهم هكا الحوار كان دار. هذه فاش شافتهم، هذه الهضره اللي كاينه، وهذا هو اللي غادي تقول سعاد. كونوا مأكدين هذه الهضره، هذه الحاجه الوحيده اللي شايفه سميره، ما كاينش شي حاجه اخرى. لان بقيتو شفت شي قنوات بقاو كيضخموا وكيقولوا لا راه قالت، هما كذبه اخرى خرجوها. هذه الهضره كاينه، ماشي اول مره غادي يخرجوها. هذه الهضره اللي قالوا بان سميره شايفاها، وبان بقات تقول لها نوضي ما نوضي ما نوضي، والله اعلم بيناتهم واش داكشي. كانت مي ميلوده تما اللي هي مين سعاد، وقالت لها مالكي. جات هي بحال حشمت، قالت لها وانت قد هكا راكي كبرتي، زعما كتبقاي ناعسه حدا باك هكا. قالت لها لا وراه غير تبدلت الصهد ما الصهد، وهي في الحقيقه الصهد ما يخليكش تطلعي عاوتاني تزيدي تلصقي على شي حد، خا يكون امك ولا باك ولا اختك ولا خوك، ياك. المهم ما علينا. فالبنت ملي بقات تقول لها نوضي نوضي بحال زيروها ولا الله اعلم ولا داك الشيء، يعني قالوا بلا ملي ناضت من حدا باها كانت البنت لابسه غير الملابس الداخليه، غير الكيلوط. وهذا الشيء اللي قالوه هما والله اعلم، وفرقوا ودنوهم يفرقوا. هذا الشيء قالوه هما بعضياتهم. اما حنا ما شناش، والله اعلم لي هذيك البنت اللي بها وسرها راها عندها هي. حنا كنقولوا اللي الهضره اللي قالوا كنحلوها فقط. هذه الهضره اللي تقالت، راه ما كايناش البنات شي هضره اخرى. راه يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك كاينه شي هضره اخرى. شي راه يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك بان هاد الهضره عاد جديده. هاد الهضره ماشي جديده، وراه كل شيء اللي الناس كلهم راهم عارفين هاد الهضره كاينه. راه غير دابا الناس اللي هما ربما يعني حقاش هما كاين طرف من هنا وطرف من هنا، طرف مع سعاد وطرف مع بوكريشه. انا راه ما مع سعاد مع بوكريشه. انا راه من كيبان لي الحق عند سعاد كنقولوا، ملي ما كيبان ليش فيها الحق راه كنقولوا هي غاده. كنتعاطف، انا كأم متعاطفه معاها، ما غنكذبش، متعاطفه معاها نوعا ما كأم، برغم الاخطاء ديالها، ولكن عندها اخطاء دارتهم، وهما هادو اللي قلت انك ما ديتيش بنتك، ما ديتيش بنتك نهار الاول الطبيب. ولكن ماشي معنى انكم هكا. ولكن انا تعاطفت معاها في الفتره اللي هلكوها بالمعيار، تعاطفت معاها وكرهت ما يجي من البنات. والله القسم اخوتي الا كرهت، كنقول اللي كانوا على البنات بحال هكا ناقص منهم. كرهت ما يجي من البنات ومن الولاد تولديهم من كرشك ويبداو يعطيوك. كرهت ملي كنسمع البنت كتقول لامها واخا يحكوا لك راسك بالشطابه ديال الطواليت. كرهت ملي نسمع البنت تقول لامها انت فاسده. كرهت ملي سمعت البنت تقول لامها انت تطبه وكتولد، ولا الكلبه وكتولد، وزيد 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 وزيد، ويوميا ويطلعوا حدا الاب ويبداو يعايروا. كرهت راسي، وكرهت ما يجيو من الاولاد اللي تولدهم من كرشك ويديروا لك هذا الشيء. لهذا كنقول لكم راه مع ذلك واخا متعاطفه معاها، ملي كيكون شي خطا بحال هكا كنقولوا. فهذا كان خطا من سعاد، ماشي وهي هذيك شخصيتها، ماشي نقول خطا وانما الله يحسن العوان، هي هذيك شخصيتها. وسعاد مريضه. شتي سعاد مريضه، واخا تقول لكم شي انا نقول لكم شتي هي مريضه. وانا نقول لكم المرض ديالها. سعاد عندها المرض النفسي اللي هو على ما يبدو من خلال اللي كانت دائما كنسمع لها الروبورتاجات ديالها، عندها اتاك دو بانيك.
اتاك دو بانيك اللي هي حالة خوف وهلع، وهذيك الحالة خوف وهلع هي اللي كتحسي بأنِك غتموتي وكتقدري تغيبي. وراه كانت واحد الوقت من بعد غنهضر لكم على الحالة ديال سعاد، لأن أنا عارفة الحالة د سعاد، عارفاها وعارفاها مزيان، 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 مزيان. هاد المرض أنا عارفاه وعايشاه، عايشاه، عايشاه. كنعرف الناس عايشين بهاد الطريقة هادي. ملي كتسخفي كتقولي صافي أنا مت، أولا كتقولي دابا أنا غادي نموت. ديك اللحظة اللي كتقولي أنا غنموت كتحسي براسك بحال فعلًا كتموتي، وكيقدر يتقال لك اللسان وكيقدروا يجيوك ديك الأعراض ديال الموت. وهو كامل سميتو اتاك دو بانيك، خوف وهلع. وهداك الشيء كله عنده كيجي من ضغوط نفسيه. والسعاد راه دايزه عليها ضغوط نفسيه، وداك الصخير والخدمه والمشاكل وهذا الشيء. راه الله يحسن العوره ماشي يجيها غير اتاك دو بانيك. راه اللي باقا كتلبس حوايجها مقادين، واللي باقا كدير زيفها وما كتبينش شعرها وكدير هكذا وكدوز الزيف ديالها مزيان، والله القسم راه كيف قلت لكم. والله العظيم البنات راها باقا يعني برافو عليها. هادشي اللي غنقول لكم. اما من واحد الجانب اللي الناس اللي كيقولوا قضيه زنا المحارم ما كايناش، وهذا الشيء ما يتقالش وما خصوش يتقال وما كاينش شي ابي يدير لبنتو. لا، انا ما تنهضرش على بكريشه وبنتو، انا تنهضر على بعض واحد المنابر، او لا ماشي منابر، واحد القنوات كيقول لك لا هذا الشيء ما كاينش، ما كاينش، ما كاينش. لا، ما تقولوش ما كاينش. شوفوا الله يجازيكم بخير، راه زنا المحارم كاين، كاين في العالم كامل. شتي كاين، ماشي ضروري يكون ما بين هاد الاب وبنته، لا كاينين في بلايص اخرين. ما نبقاوش نكذبوا. كاين زين المحرم كاين ما بين الاب وبنته، كاين ما بين الخال وبنت اختو، كاين ما بين العم وبنت خوك. زيدوا 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 زيدوا، كاين ما بين بزاف 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 بزاف. انا ما نقدش نطق بهذا سميتو، ولكن كاين في العالم. شتي كاين في العالم. وحاجه اخرى في نفس الوقت، بالنسبه لان الناس اللي كانوا يعاتبوا عليهم مثلا تعنق باها ولا هذا، والله العظيم كنعرف ناس، انا كنعرف بنات كيعنقوا والديهم ويبوسوا في والديهم وكل شيء ويضحكوا مع والدهم وتشطح مع باها وكل شيء. ما كاين لا زنا المحارم بيناتهم لا والو. وفي نفس الوقت ما نقدروش، كاين بعض النوع اللي يقدر يكون، يعني ماشي ضروري انني انا اللي كنت متقربه من بابا اذا كاينه شي حاجه. وفي نفس الوقت الله اعلم كاين اللي يقدر يكون شي حاجه، ماشي ولكن ماشي اي وحده تشوفوها قريبه لباها راه كاين. وانتم عاوتاني ما تنكروش بان زنا المحارم راه ما كايناش في العالم. لا، راه كاينه في العالم كامل. انا كنعرف بنت متقربه لباها ما كاين حتى شي حاجه بيناتهم، كتبغي باها كتعنقو كتنعس حداه. البنات كتنعس حداه، كتنعس حداه، ولكن بحوايجها طبعا ماشي بالكيلوط صافي بحال اللي كيقولوا همايا، ولكن ماشي بالكيلوط. كتنعس مع باها بحوايجها، كتنعس حداه في الناموسيه بالليل حتى الصباح، عندها اكثر من 20 عام. ما كاين لا زين المحارم لا والو. عندها خوتها، عندها امها، عندها كلشي بحالين محابين عائله. ما نقول لكمش كيفاش دايرين. كنعرفهم ماشي ما كنعرفهمش، ولكن ما عندهم حتى شي حاجه من هذا الشيء. ناس مزيانين عاديين. واش فهمتوا ولا لا؟ فماشي ضروري انني نعس حدا بابا او لا نعنق بابا او لا نكون انا حنين على بابا اذا كاينه شي حاجه. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم. فكان كان الخلاصه ديال هادشي